رحيل الخطيب وتهور حسام غالي والمدرب الجديد، هو ايه اللي بيحصل في الاهلي بالظبط؟ تعالوا نشوف. اهلا بيكم من جديد، عودة جديدة بعد غياب كتير واستوديو جديد ونيو لوك جديد، ووعدكم ان شاء الله نقدم حلقة كل اسبوع او نحاول يعني، ونتكلم عن الكورة ده لو فيها. المهم يلا بينا. حاليا احنا هنتكلم عن الاهلي حرفيا دلوقتي في كمية ضغط، انما ايه عنب، من رحيل ريبيرو لسوء نتائج، والنادي بقى ال 12 في الدوري مع انه جايب الكلاكتوس كله، ومع تصريحات حسام غالي الاخيره، وحاليا رحيل الخطيب عن رئاسه النادي. وخلينا نبدا بالاحدث طبعا، والكارثه اللي حصلت في الاهلي بعد اعلان الخطيب عن استكماله رئاسه النادي، وكمان انه مش هيترشح الفتره اللي جايه. بص يا سيدي، اللي اتفرج عليا قبل كده طبعا عارف ان انا زملكاوي جدا، فانا بالنسبه لي كنت شايف قد ايه هيمنه الخطيب على قرارات كتيره في الكوره مش في الاهلي، وعلى المسؤولين واولهم الرابطه طبعا. كلنا شفنا اللي حصل في الماتش اللي انسحب فيه الاهلي ومحدش عارف يعمل حاجه وقتها، والله ولا لحد دلوقتي. ولكن انا بحكي لك حاجه زي دي كده ليه؟ عشان تبقى عارف قد ايه قوه شخصيه الخطيب، والقلق الكتير جدا اللي حصل دلوقتي وهم مش عارفين يتصرفوا، ولما تعرف انه مش هيكمل ومش هيترشح تاني كلهم خايفين. انت مختلف معايا تمام او مش او متفق، ده حاجه ترجع لك، ممكن برضو تقولي في الكومنتات لو مختلف، وهي وجهات نظر في الاخر. طيب دلوقتي مين اللي جاي؟ حسام غالي، ياسين منصور، ولا خالد مرتجي، ولا مين بالظبط؟ طبعا انت عارف بعد الكلام اللي حسام غالي قاله والتصريحات بتاعته في البودكاست الاخيره، هيبقى صعب حتى يكون في مجلس الاداره مش رئيس النادي، ده احتمال يلغى عضويته يا جدع. لو عايز وجهه نظري انا، اقرب واحد هيبقى خالد مرتجي طبعا، نظر انه نائب الخطيب وهو يعتبر رئيس النادي دلوقتي، ما الخطيب مشي وهو اللي عارف كل صغيره وكبيره جوه النادي وبره النادي وفي كل حته، وده طبعا لسبب انه حسام غالي طبعا لسه بدري عليه كمان يا جدعان، وخصوصا انه فيه هجوم كبير جدا عليه بسبب التصريحات الاخيره زي ما قلنا، مع اني شايف انه ما غلطش في حاجه، بس انت فاهم بقى ما ينفعش حد يقول اي حاجه على الاهلي حتى لو كانت صح. تمام؟ طبعا سيد عبد الحفيظ هتلاقيه عامل مهرجانات دلوقتي، فرحان فرحه ما تتوصفش، بس المشكله مش هنا، المشكله ان الفريق اصلا مهزوز. الاهلي جايب جالاكتوس كله، رحيل المدرب كمان، وتسليم الفريق لعماد النحاس كمدرب مؤقت، كل ده عامل ضغط كبير جدا على مجلس الاداره. المهم مستني رايك في الكومنتات، وقول لي تفتكر مين الاصلح لرئاسه الاهلي بعد الخطيب. سلام.